اقتصادية لا يجب القفز على الحقائق لأنها مخيفة. في الأمر الخارجي صدقني لو كنت ناصحا للتبون ومن يحكمون، ما حدث في سوريا في هذا الثلاث أيام يجبرنا على أنك غدوة تغير من السياسة الخارجية تاعك، تمشي في اتجاه صفر مشاكل اللي مشات فيه تركيا في فترة من الفترات، ونكون شجاع ونعمل خطاب غدا. عندي مشاكل مع المغرب، نكون شجاع لحلها ولعودة العلاقات بشكل قوي. مع مالي نفس الشيء، مع ليبيا عندي مشكل مع حفص. اسمع غير يهضر مع جماعته تاع الداخل. لا شوف لحظة، الداخل يصبروا عليك ربما انت ما عندكش القدره باش تستوعب. الامر الخارجي راهو يتحرك بشكل غريب. لازم تكون شجاع، لازم تكون شجاع بانه ما تقوليش انا قلت كلام كذا لازم تشد في كلمتك، ماكش تبيع وتشتري في السلعه تاعك. الجزائر الان اللي ينظر بالنظره الاستراتيجيه لما يحدث الان وما حدث في سوريا في ثلاث ايام، لازم يجوا ناس شجعان قالوا شوف حبس، احنا واش عندنا مع المغرب، واش عندنا مع مالي، واش عندنا مع المشاكل اللي في ليبيا، يجب ان تحل. لازم نعاودوا نخفض، اذا فاهمين هما امور سلبيه منا لازم نعاودوا نخفض.